طلع سوري، ما تعرفناش اسمه. اي والله ما سمعت عنه. سبحان الله. ادانا فلوس وما رضاش ان احنا نحولها له. مش عارف احنا رايحين فين، كان غريب قوي، مش عارف اقول ايه بصراحه. تجربه جميله جدا جدا. انا هدفع الاسعار دي كتير قوي بصراحه، كتير قوي يعني، قوي قوي. ايه ليه مش عايزين يا عم؟ تعال نشوف في هناك حاجات شكلها مجانيه، تعال نشوف بيقولوا ايه هناك. والان احنا قدام اجمل واكبر مساجد الموجوده هنا في موسكو، ونبقى نكافئ نفسنا ناكل مندي باللحمه. ودونا البريسليت دوت كله تحت السيطره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا كده قعده جديده في مكان جديد في حواري موسكو اللطيفه مع الاخ الجميل معشوق الجماهير الاخ خلود. ترى ترى جينا كده في كافيه جديد هنا، قلنا نجربه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. وبس طلبنا فطار الحمد لله، هو كان جاي بدري شويه فسبقني، انا اتاخرت عليه بس، فمستني الفطار بتاعي بقى ان شاء الله، ونشوف كده ايه الدنيا وان شاء الله تبقى حاجه كويسه. طلبنا لا لما تيجي نبقى نقول لكم ايه اللي طلبناه. متحمس جدا. واخيرا وليس اخرا الطلب بتاعنا وصل الحمد لله. كنا نستكشف مع بعض بقى ده ايه. زي ما انتم شايفين الكرواسون وداخله اللصوص او السمك السلمون وبس. هنجرب ونشوف راينا كده. ده مش عارف ليمون ده ولا ده ايه، هنشوف دلوقتي. هنشوف. احنا مالناش دعوه بالكلام ده يا جماعه، احنا فول بيض طعميه الكلام ده، انما الاكشن ده مش بتاعنا. الحاجات دي مش بتاعتنا والله. بس ماشي، الشجره بتاع الشمال وبياكلوا باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كرواسون سايح ودايح. طب بعد ما تعمل كده نقلب بقى ايدينا عشان احنا مسلمين بناكل باليمين، ونقول بسم الله. جميل، بس مش اختراع يعني. كرواسون والنص بيض وبعد كده صوص من فوق اللي هو السلمون وخلاص. كتير بس السعر ما يخليكش يتكرر تاني كتير يعني. وايه خلصنا من الكافيه الجميل، والان احنا في قدام اجمل واكبر مساجد الموجوده هنا في موسكو. مش عارفين اسمه ايه بصراحه، بس هو مسجد جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ليتس جو يا عم خالد القائد المشرف السياحي تبعنا. الله يرحمه حبيبي ما شاء الله تبارك الله. هذاك مسجد تقريبا بدخله منين؟ ما شاء الله تبارك الله. لسه من داخل العجائب تشوف، باين عليه اصلا من بره كبير جدا. هذا الحزن في روسيا يعني، عندك مدين كل شيء. ده حرم روسيا. يا ايها الناس انا خلقناكم ايه؟ عندك المنتج يعني في اول قبائل تعرف انك عند الله يتقاكم. طبعا مش كل ده مكتوب فوق. بس انا عرفت الايه بس. انا كنت لسه عايز اقرا اللي مكتوب. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. اهم حاجه كل حاجه جوه حلال. ما شاء الله تبارك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
شيخ السعوديه نمبر طويل جدا. يتخيل انه طلع على اخر واحد صباح. ما بطلع تحت الجزء. الله اكبر. اللهم ارزقنا. هذه ابواب الدنيا ولك ابواب الاخره. الله اكبر تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. حدود النشيد. تلاقيها لفت. ايش هذا الهزار؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم والله ليش. انا بجنن مقلب. ما بيضحك علينا يعني؟ شكله كده. هذا شكله مش مسلم. الله شيء كاين. موزي اسلام كده. جليت. وبقدره خيره وشره. ما شاء الله تبارك الله. المعروض في المحفوظات. ايه ده؟ مفيش حاجة. ما شاء الله تبارك الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما شاء الله تبارك الله. أعتقد الله أعلم أن دي من أول المصاحف التي ترجمت يعني، والله أعلم، لأن هي مكتوبة مكتوبة بالإنجليزي. سورة الصف، مش عارف انتوا شايفين معايا ولا لأ، بس هي ترجمتها بالعربي، يعني هي بالعربي مكتوب جنبها بالإنجليزي، والله أعلم. It is he who has sinned. إنجليزي إن شاء الله تبارك الله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. أعتقد هذه أول الكتب التي خطت، والله أعلم. بسم الله. غفور رحيم. وقالوا ما لهذا سبحان الله الكتاب دوت مخطوط باليد. هذا سهل. لو رحت الحلقات الجاية حتكون عندك شيء أصعب. هنا القرآن غير منقوط كما يقال، بلا نقاط. الغير منقوط بالضبط. هذه اللغة العربية الغير منقوطة كانت تكتب زمان، بعدين بدأوا العرب يكتبوا بالنقاط حتى تكون مفهومة، لكن جدا صعب. يعني هذه الكلمة أنا متأكد إنها قبلكم، من قبلكم. هي مشكلة مش مكتوب في سطر واحد عشان تعرفها، وكل الكلمات متباعدة. نروح للي بعده نشوف أشياء أعجب. منقوط لكنه قديم، منقوط بشكل مرة بسيط. هذا يمكن نقطة واحدة في الكلمة كلها، أو حتى ما خاب ظني إن هذا النقاط تبين بس زي ما نقول حركات، لأنه أنت شايف بدون حاجات مكتوب، تقريبا، لأن الموضوع في مناطق محددة كأنها تميز أشياء محددة، يعني كأنه قاعد يوريك التطور اللي قاعد يصير. إذا رحنا بعده نلاقي برضو قرآن مخطوط بشكل مختلف الآن بنقاط أكثر شويتين. بالحق فلا تكونن من الممترين. هنا قاعد يوضح لك الآيات اللي هي موجودة هنا نفس يعني ما خاب ظني تقريبا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ما شاء الله. نروح اللي بعده. هذا أول طبعة كانت كأنه من القرآن. أيضا هذه يمكن قراءتها. وهذا ليس قرآن وهذا رسالة، حقيقة صعب نقراها. أحتاج أفهم بس كلمة واحدة حتى أقدر يعني أعرف مكان الآية. شوف في هنا كلمة مسجد لله شهيد على أنفسكم بالحمد ولكم أولئك يمكن مش عايزين نخرف.
ما نحرف القرآن. بالضبط. هنا الصورة قديمة جدا لقرآن قديم في وقت الحرب العالمية الثانية تقريبا، هذا التاريخ 1941. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. خزنة فضي عادي. هنا عاد السعودية يوضح لك المسافة من موسكو إلى مكة 3830 كيلومتر، من اسطنبول 2412 كيلومتر، من كازان 3875، ومن جدة 65 كيلو. كاير القاهرة 1293. ما شاء الله تبارك الله. ثم المسجد قبة الصخرة وليس المسجد الأقصى. نعم هذا قبة الصخرة. لأنه كثيرين يلخبطوا بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. إذا كانت ذهبية هذا مسجد قبة الصخرة، إذا كانت خضراء هذا مسجد الأقصى. هنا كأنه تسلسل الأنبياء جاي من آدم ثم إدريس، نوح ثم هود وصالح ثم لوط وإبراهيم وشعيب وإسماعيل، وبعدين إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. جايب لك من إبراهيم تفريعات جدا كثيرة، على الأغلب اللي ألوانهم باللون هذه. برولوكي هذا اللي فوت اللي فيها قلوب، هذه رسل. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ سؤال مهم. والنبي هتجاوب ولا جاوب؟ عادي ما تفرق معايا. يلا جاوب. النبي هو الذي الله أعطاه تشريع، يعني كان نزلت معه قرآن. أما الرسول هو فقط اللي بلغ الرسالة. دائما يكون مع الأنبياء يوجد رسل، لكن هؤلاء الرسل بس للتذكير. أما الأنبياء فهم ينزلون بكتاب من الله بشريعة كاملة، برسالة كاملة. هذا أعتقد مخطوط ذهب. الذهب هذا إذا كان من الحرب جابوه من الحرم المكي فهو من ذهب الخط. نعم. والأبيض أيضا ذهب أبيض. عبد الرحيم أمين صاحب المخطوطة. نعم. وفي الختام المسجد الكبير، مسجدنا أو مسجد موسكو. أحد تدري شوف مسجد شو الشخصين الموجودين في هذه القبة، شايفهم؟ مش باينين أوي بس. الله عليك الله عليك الله عليك. السلام عليكم. اللي بعده طف اللمبة. كان معكم في التغطية الأستاذ خالد وأدهم من المسجد الكبير في مدينة موسكو. دمتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في عندهم كده جوه الجامع مكنه بتقدر تاخد منها زي تذكارات مانيتكي اللي هي العملات المعدنيه، بس مدقوق عليها حاجه معينه بس انا ما تخشش بس. فالمهم ما كانش معانا، احنا معانا فلوس على الكارته، فقابلنا واحد سالنا قلنا بنتكلم بالروسي، ممكن يعني نديك فلوس على الكارته وتبعتها لنا تديها لنا في ايدينا كاش. فقال لنا انتوا من وين؟ بيتكلم معانا عربي، طلع سوري حتى ما عرفناش اسمه. اي والله ما سمعت عن اسمه. سبحان الله. ادانا فلوس وما رضاش ان احنا نحولها له، وهي دي شكل العمله. وريهم العمله بتاعتك كده خلود. كيف وريتها من الشكل سويها من الخلف. ماشي ما شاء الله. هنصورها بقى ايه، نصورها من قريب احسن. ده شيء حلو. جميله جدا جميله جدا. هو الراجل احرجنا بصراحه. والله الراجل احرجنا جامد يعني. احنا استحينا بنقول هنبعت لك ونفتح بتاع البرنامج وما رضاش. سبحان الله والله. يلا الحمد لله. قلنا نجيب كده حاجات من عند اخواتنا المسلمين اللي جوه دول. دي نوجه بالورد، ودوت عيران. ايه هو العيران؟ ايوه العيران هذا لحم ايوه هذا لحم. هذا حليب حامض، يعني ممكن نقول زي اللبن الرايب. اللبن زي اللبن واحمض كمان، واحمض شويه. بس دي شكلها كيف طعمها؟ بومبا والله. بومبا بالروس يعني لذيذ. حلوه. وبعد اللفه الكبيره اللي لفيناها والمترو وي قلنا بقى نكافئ نفسنا بان احنا نيجي مطعم عربي وناكل مندي باللحمه.
فالوضع نزل قدامنا يا جماعه. موضوع في كلام كتير، في كلام كتير. هذا الكلام الكثير يا إيه صح. رأيك؟ هذا الكلام كثير نفسخ النظارة ايوه نفسخ الساعه ونفسخ الساعة. معانا ايه ده؟ عيران يا صح. اللي هو ايه يعتبر حليب يعني لبن حامض يا عيني. بس بمصر يقولوا عليه حليب صح؟ لبن برضه لبن كويس اجل. لبن الله. رهيب. الله اكبر. اسمع نقفل الكاميرا وناكل. هنعمل كده يلا بينا نلقاكم بعد الفاصل. وده بعد الفاصل الجميل اللي حيكون. دوت خلصنا راوند 1 دخلنا على راوند 2. انا غيرت القاعده وفكرت الدنيا عشان اقدر اصور. قلعنا الكوتشيات وقلنا بقى خلاص كانت بساطة احمد.